بص، اي حاجه هتكلم، اي فيديو هتكلم فيه عن اولياء الامور محدش يبعت لي على الخاص يقول لي انت بتتكلمي عليا عشان تحطوني في مواقف محرجه. بس فلو سمحت قول لي، حتى لو حسيتي ان الفيديو ليكي خدي المعنى او الحاجه اللي انا عايزه اقولها لك خلاص واعمليها، بس ما تبعتليش الفيديو تقولي لي انت بتتكلمي عليا. تمام. بصوا يا جماعه، في اولياء امور عامله زي الطفل الزنان، يعني عايزه كل شويه تقولي لها طب معلش، طب هنعمل ايه، طب بس، طيب طب اشتغلي، طيب يا ماما، طيب، وتقعد تحايلها بقى وتطبطب عليها والحاجات دي. وده طبعا ما بينفعش. ليه؟ لانه في في نضج انفعالي وفي ذكاء وجداني لازم انت تساعد الام ان هي توصل. ليه؟ لان الامهات اللي هي بتكون عايز طول الوقت تطبطب عليها وطول الوقت تطمنها وطول الوقت تاخدها على قد عقلها، ده مش حلو ومش هنجيب نتيجة. فبالتالي بنحاول ان احنا على قد ما نقدر ان نساعد الام ده ان هي يحصل لها ثبات انفعالي ونضج انفعالي و يعني نحسن الذكاء الوجداني علشان تقدر تتعامل مع ولادها في المهارات وتبقى مركزة في المشكلة وفي ان هي تحلها وان هي تنمي مهاراتهم، بدل ما ان احنا نبقى بنديها مسكنات طول الوقت. فلما تلاقيني بتعامل معاكي بطريقة معينة ما تزعليش، او تلاقي ان رد فعلي مش الرد فعل اللي انتي مستنياه، مع ان انا عارفة ايه الرد الفعل اللي انتي مستنياه، ده لمصلحتك ولمصلحه ابنك. لان انا سهل عليا ان انا اقعد ادادي في اولياء الامور واقعد اقول لها معلش، طيب خلاص، انتي شطوره، انتي مش عارف ايه، ونقعد نلم الموضوع واقعد اديها في مسكنات، ولكن مش هيحل الموضوع. انا محتاجه ان انا امشي معاكي خطوات خطوات توصلنا للهدف الاساسي اللي احنا جايين عشانه، اللي هي مشكله الطفل. زائد ان انا ببقى محتاجه ان انا اعلمك حاجات هتنفعك مع ابنك في على المستقبل القريب والبعيد. فانتي مش هتقدري تاخديها مني لو انا عماله اديكي مسكنات. لا، لازم نضغط شويه، او ان احنا لازم لا افوق يا ماما معايا واشتغلي بالطريقه الفلانيه، او اعملي كذا، او ما ردش على كل الحاجات اللي انتي بتعمليها دي، واركز في هدفي عشان اوصل للهدف. عشان لما نوصل للهدف هتفهمي انا كنت بعمل كده ليه، فهتبداي ان انتي تبقي مبسوطه لان احنا حققنا الهدف الاساسي وما بقيناش محتاجين للمسكنات. زائد ان المسكنات دي او حته ان انا اقعد ازن عشان اخد اهتمام معين او اخد رد فعل معين، ده هيعطلك في حياتك عموما. لان انتي لو انتي بتعاملي معايا كمتخصص بيعالج ابنك بالطريقه دي، فانتي هتعاملي مع المدرسه اللي بتشتغل مع ابنك بالطريقه دي، هتعاملي مع زوجك بالطريقه دي، هتعاملي مع مامتك، مع كل الناس اللي حواليكي. وده على المدى القريب او المدى البعيد صدقيني هيعمل لك مشاكل اجتماعيه كبيره، هتخسرك كل الناس اللي حواليكي، لان مفيش حد قادر انه يقعد يهدي ويدادي ويطبطب ويدي مسكنات اجتماعيه طول الوقت. فلو سمحتي ساعدي نفسك وساعديني، انا مش برخم عليكي، انا بحاول ان انا اعلمك مهارات اجتماعيه انت محتاجاها ومحتاجه ان انت تساعدي ابنك بيها. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اطفالنا بخير، ودمتم بخير.